السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد على قناتكم روية للطبخ. تتمنى هذا الفيديو يلقاكم في أحسن الأحوال إن شاء الله. اليوم غنقدم لكم وصفة ديال الحرشة، فرجة ممتعة. بسم الله على بركة الله. بالنسبة للمقادير، في هذا الإناء ندير كاس الأول ديال السميدة. بالنسبة للسميدة عبرتها بالكاس ديال العنبة، وغنضيف الكاس الثاني، وغنضيف الكاس الثالث، وغنضيف الكاس الرابع. هنا استعملت 4 ديال الكؤوس ديال السميدة. غنضيف على السميدة ديالي معلقة صغيرة ديال الملحة، وغنضيف قبيصة ديال الخميرة فورية، وغندير هنا تقريبا واحد 5 غرام ديال خمرة ديال الحلوى، وغندير معلقة كبيرة ديال العسل، بنفس المعلقة اللي عبرت بها العسل غنعبر بها الزيت. تقريبا هنا غنستعمل 5 المعالق كبار ديال الزيت. تنخلط المكونات ديالي مزيان، تنخلي ديك السميده تتشرب معايا الزيت. هنا بالنسبه للكاس ديال العنبه اللي عبرت به، تناخذ كاس ديال العنبه تنعمرو بهاد السميده هادي، تنخليها جانبا هي اللي غنفند فيها الحريشه ديالي. هنا غناخذ كاس ديال الحليب، وغنزيد كاس ديال الماء. هنا انا استعملت كاس ديال الحليب وكاس ديال الماء. بالنسبه للكاس الثالث ما استعملتوش، استعملت منه غير واحد 2 معالق كبار. وغنخلي هاد السميده ديالي تشرب تقريبا واحد 2 دقائق. بعد ما دازت 3 ديال الدقائق تتشربات معايا هاد السميده كما تتشوفوا. هنا غناخذ شويه ديال العجينه اللي غنشكلها بكويره صغيره. هنا خديت واحد المول ديال الحلوى اللي تنرطب شويه ديال السميده، وبالنسبه لهاد العجينه هذه تنفندها مزيان في السميده وتنشكلها بهذا الشكل هذا. وهنا مباشره تنديرها في المقله اللي تتكون بارده، ونبقى بنفس الطريقه وانا تنشكل هاد الحريصات ديالي كاملين. بعد ما شكلت الحريصات ديالي كاملين تنديرهم مباشره فوق النار باش يطيبوا. هنايا ملي تيكونوا تيطيبوا معايا تنبدا تنقلبوهم بلا ما تنخليهم حتى تيتحمروا مزيان. تنبقى نقلبوهم بحال هذا الشكل هذا.
نتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، ولا عجبتكم الحرشه اللي قدمت لكم اليوم فضلا منكم وليس امرا بارطاجيوها مع العائله والاصدقاء، والى اللقاء في فيديو قادم.